كثير أيضا يفضل التطبيع مع المغرب على الاتفاقيات مع الإمارات نفسها. صحيح، لأن الاتفاق مع المغرب هو اتفاق بين الشعوب وبين الزعامات. مع الأردن ربما هناك بعض العلاقة مع الملك عبد الله، ولكن ليس مع الشعب الأردني. كذلك الأمر بالنسبة لمصر، هناك علاقة مع السيسي ولكنهم يحظرون العلاقة مع إسرائيل. انظر في دبي، أحد المغنيين الإسرائيليين التقط صورا مع مطرب مصري وقاموا بمقاطعته وبالتنديد به. هل هذا السلام؟ هم الذين يخسرون. أنا أقول لك، دولة إسرائيل هي دولة عظمى اقتصادية، دولة عظمى تكنولوجية، كانوا سيستفيدون منا. كذلك الأمر بالنسبة للأردن، ولكن دعهم حتى يستيقظوا يوما. ولكن أنت ترى أن هناك دول أخرى تبرم اتفاقيات الإمارات والبحرين ومع السودان، لأنهم يعترفون بقدرات إسرائيل بتعزيز قضاياهم. نعم، لكن أيضا المسؤولون في المغرب يصرون على أن ما تم ليس تطبيعا وإنما استئنافا أو إعادة للعلاقات بين دولتين، نتحدث عن إسرائيل والمغرب. لماذا كل هذا الإصرار برأيك من قبل المغاربة أو الساسة هناك؟ انظر، قلت لك لا يوجد شيء يفرحنا هنا، وأنا أتحدث عن الإسرائيليين قاطبة وليس فقط عن اليهود المغاربة. أنا أتلقى عشرات الرسائل والاتصالات الهاتفية، الجميع سعداء. هذا سلام حقيقي، ليس سلام مصالح. هم لم يطلبوا منا شيئا، هذا سلام حقيقي. وأنا سعيد أننا نحن كنا دائما نؤمن بأن الصحراء هي جزء لا يتجزأ من المغرب الكبير. في عام 1975 أنا كضابط في الجيش الإسرائيلي وزملاء لي من الضباط وعشرات الجنود، ليس فقط من المهاجرين المغاربة، كتبنا إلى جلالة الملك حسن الثاني رحمه الله وقلنا له: نحن مستعدون أن نأتي مع سلاحنا لنقاتل إلى جانب إخواننا الجنود في الجيش الملكي المغربي لكي نضرب البوليساريو. أنا شخصيا كتبت إلى أعضاء في السنات الأمريكي وطلبت منهم قبل 8 أو 10 سنوات أن يعترفوا بالصحراء كجزء لا يتجزأ من المغرب. أيضا حينما قال بعض أعضاء السنات في الولايات المتحدة أن المغرب هي تشبه مصر والأردن وسوريا والعراق ولبنان صادرت الممتلكات اليهودية، قلت لهم هذا غير صحيح. المغرب لم يصادر أي ممتلكات لليهود. اليهود المغاربة تركوا وراءهم عشرات الآلاف من الأماكن المقدسة من قبور وكنوز وأضرحة أولياء، والملك المغربي بذل كل الجهود للحفاظ على هذه المقدسات ولم يتم مصادرة أي ممتلكات يهودية. هناك يهود إسرائيليين من أصل مغربي عادوا إلى المغرب، أثبتوا ملكيتهم على منازلهم وحصلوا على مقابل هذه المنازل. مؤخرا الملك محمد السادس أعانه الله أنفق من ماله الخاص عشرات ملايين الدولارات لكي يرمم أضرحة ومقابر وكنوس يهودية. لكن أيضا آخرين يقولون أن المغرب لو لم تقبض الثمن مقدما، وهنا نتحدث عن الصحراء، لما كانت أقدمت على التطبيع بهذه السهولة مع إسرائيل. كيف ترد على ذلك؟ لا، هم لم يحصلوا على أي مقابل. تم الاعتراف فقط بأمر يعود أصلا للمغرب، فأي مقابل هذا؟ الصحراء هي جزء لا يتجزأ من المغرب. كما أقول أن معتفق هذا هو لك. هل هذا
إعطاء مقابل لك. أنا سعيد أن العالم يعترف أن الصحراء هي جزء لا يتجزأ من المغرب، ونحن كنا دائما آنذاك واليوم مستعدون لنقف إلى جانب المغرب وأن ندعمه في هذا الملف. بشكل عام أنا أعتقد أن الشعب الإسرائيلي فرح جدا وسعيد جدا. أنا أريد أن أقول لك كما قلت لك في لقائنا السابق، الكثير من الإسرائيليين سيسافرون إلى المغرب، وأنا أقدر أن 100,000 إسرائيلي سيسافرون إلى المغرب بمعدل سينفقون $5,000 هناك. هذا